لو خيروك تكون ملك بالسجن ولا موظف بسوبر ماركت بس حر برا السجن، يعني شو بتختار؟ واضح الجواب صح؟ أكيد الحرية لو شو ما اشتغلت. لا تستعجل بالجواب، لأن بطل قصتنا اليوم جرب الاثنين واكتشف الحقيقة المرعبة عن النفس البشرية. قصتنا عن زلمة اسمه بن، عمره بالأربعينات وكان مسجون ببريطانيا، واليوم بده يطلع من السجن. بس خليني أحكي لكم عن حياته كيف كانت ماشية بالسجن. كان هو سيد السجن، ما حدا بسوي حركة بدون إذنه أو بدون علمه. كان الكل بيسمع كلمته، منن خوفا منه ومنن حبا فيه. باختصار كان أبو عنتر السجن. ويوم طلع من السجن لآخر مرة كلهم كانوا عم يبكوا زعلانين عليه. هو كان زعلان وبنفس الوقت كان فرحان، لأنه بده يصير مثله مثل أي إنسان تاني، فيه يروح وين ما بده، فيه ينام ويفيق ايمت ما بده، بكل بساطة يعني إنسان حر. إيش قال لك أكتر من هيك؟ وطلع من السجن، وأول أسبوع كان من أحلى الأسابيع اللي بيعيشهم بحياته. منظر الشمس، منظر السما الزرقاء، منظر الأشجار والحدايق. لكن الحياة مو وردية مثل ما هو متخيل، لأن ما عنده ثروة إيلون ماسك ولا عنده سمعة شيخ جامع. كانت الحياة عليه كتير صعبة. بسبب انه ما عنده ثروة فلازم انه يشتغل، لكن بسبب انه سمعته سيئة صعب جدا انه يلاقي شغل. دور على شغل كتير لحد ما لقى شغل بسوبر ماركت، يطبق الاشياء اللي فيها ويكنس الارض. لكن كان كل مرة يغلط يجي المدير ويعيط عليه. طبعا يعني ما في داعي اشرح لكم ايش كان شعوره بهداك الوقت. كان يفكر يضرب المدير، وبنفس الوقت كان يفكر يترك الشغل ويبطل. لكن المشكلة اذا بطل ما رح يلاقي شغل تاني، واذا ضرب المدير رح يرجع للسجن بثواني. ضل متحمل هاي الحياة لمدة 3 شهور لشي سوى شي مستحيل يخطر على بالكم. الساعة 3 العصر بوحدة من الشوارع كان في سايق ذهب ما في عنده زحمة. بين كان واقف من بعيد وعم يراقب المحل، وخطرت عباله فكرة شيطانية. مسك بإيده حجرة كبيرة وركض باتجاه المحل، وزت الحجرة وكسر بلور المحل. الناس كلهم كانوا عم طلعوا وهن مصدومين، ومنهم صاروا يركضوا وهن عم بعيطوا. صاحب المحل صار يركض. الشرطة اجت ووجهت اسلحتها على بن، لكن الصدمة كانت انه بن واقف بمحله عم بيضحك وفرحان وكأنه يوم تخرجه. دخلوه على السجن نفسه، وهون بلش يرحبوا فيه والدموع تنزل. وقعد على افخم تخت بالسجن اللي هو تخته القديم، اللي تخت اي واحد فينا احسن منه. واجا واحد وسأله ليش رجعت؟ بن قال له فضلت أكون أسد محبوس بقفص، ولا أكون قطة مرمية بشوارع المدينة. واحدة من أهم الدروس اللي بنتعلم من هاي القصة هي الأهمية أغلى من الحرية. الدرس الصادم هو إنه الإنسان مستعد يضحي بحريته ورفاهيته وحياته مقابل إنه يشعر بقيمة. بس مخ بن فضل إنه يرجع لبيئة قاسية اللي هي السجن لأنه فيها ملك، وترك الحرية اللي هي أغلى شي عند الإنسان. صراحة أنا لو كنت محل بن كان أخذت لي كورس كيف تصير مليونير وخلصت القصة. القصة بتعلمنا أنه التجاهل هو أشد ألم ممكن يحس فيه الإنسان. يعني مستحيل تنبسط بقعدة مع رفقاتك إذا ما حدا حكى معك فيها، ومستحيل تحب شغل إذا ما حدا حكى معك أو عبرك. وهي خليها بيني وبينكم، أنا أوقات بخرب الشغل قصدا منشان يجي المدير ويحكي معي. يا زلمة نحن بنعشق الاهتمام. ممكن أكتر صورة بتحبها إذا نشرتها على السوشيال ميديا وما جابت لايكات تروح بتحذفها. فإذا فيك تستعمل الاهتمام كسلاح فأي واحد بزعجك فرجيه عدم الاهتمام، وإذا بدك تستعمله كقوة فأي واحد بتحبه أو بدك منه مصلحة ففرجيه قوة الاهتمام. هي أحسن من قوة التركيز. هلا فتحت الانستغرام وخطرت عبالي شغلة، أو شفت شغلة رجعت عبالي أقولها بالفيديو، إنه في ناس بيستأجروا سيارات فخمة وغالية وبتصوروا فيها بس من شان يحسوا بالاهتمام، بس من شان الناس يقولوا أوه شوف هذا متصور بسيارة فخمة وما بعرف ايش. وكتير اشياء نحن على السوشيال ميديا ابدا ما لنا حقيقيين. ومرر في قال انا يا ريت لو اتعرف على هذا الشاب. قلت له مين؟ قال لي انا على الانستغرام. يعني هو بذات نفسه بيعترف انه هو كذاب. وليش هيك منسوي؟ بس من شان نحصل على اهتمام زيادة، مشان نحسس الناس بانه قيمتنا اعلى
من ما هي عليها. فخذوها قاعدة يستر على كل شيء، إذا سيارة ميلة إلك أو موتور مولى إلك لا تتصور عليه. وهي نهاية الفيديو، إن شاء الله إنه تكون عجبتكم القصة، وإن شاء الله تكون عجبتكم المعلومات. وإذا عندكم موضوع ممكن نحكي فيه فاكتبوا لي إياه بالتعليقات، بسوي لكم إياه بأقرب وقت. وحطوا لايك واشتركوا بالقناة، خلينا نوصل ل1,000,000 مشترك بعد بكرة. وسلام.